فهنري فورد تولد بتاريخ 30 يوليوز سنة 1863 بولاية ميشيغان في واحد الأسرة اللي بسيطة جدا كانت كتعمل في الزراعة. وهو بطبيعة الحال كان ما كيحملش الزراعة لأنه كان عنده واحد الحلم وكان عنده واحد الهدف اللي ديما كيفكر انه يحققه، الا وهو الميكانيك. كان الاهتمام الوحيد ديالو والشيء الوحيد اللي كيفكر فيه هو الميكانيك، وخصو يتعلم الميكانيك. فسنة 1879 على سن 16 سنة سافر أول مرة هنري لمدينة دينرويت باش يخدم في واحد الورشة ديال الميكانيك ويتعلم ويتدرب في هذا المجال هذا. الشيء اللي خلاه يكتسب واحد الخبرة وواحد التجربة اللي كبيرة بزاف. فبعد مدة طويلة قضاها في هذه الورشة هذه، تقريبا مدة ديال 12 سنة، وراكم خبرة وتجربة كبيرة. فسنة 1991 استطاع أنه يلتحق بشركة إديسون للكهرباء. بالفعل انه كان خبير وكانت عنده واحد التجربه كبيره. هادشي هذا كامل خلاه انه يكون رئيس المهندسين في هذه الشركه هذه ديال اديسون للكهرباء. وكذلك فبعد 4 ديال السنوات ولا 5 سنوات من التواجد ديالو بشركه اديسون للكهرباء، استطاع بالمساعده ديال الصديق ديالو جيم بيشوب انه يصنع اول اختراع ليه اللي سماه الدوره الرباعيه، وباعها تقريبا ب$200. فبفضل الحب ديالو والشغف ديالو انه يوصل لتحقيق الحلم ديالو الكبير، استطاع انه يكتسب الصداقة ديال توماس اديسون اللي بدوره شجعوه وبقى معاه وعاونوا انه يطور من الاختراعات ديالو. الشيء اللي تحقق سنة 1903 بإنشاء أول شركة اللي هي شركة فورد للسيارات. فبالتالي مع مرور الوقت استطاع في سنة 1908 أنه ينتج أول سيارة له بمواصفات مختلفة على النموذج الأول اللي اخترعه، وسماها السيارة تي، اللي حققت واحد المبيعات في العالم كامل كبيرة بزاف، واستطاعت أنها تنافس الماركات ديال السيارات الأخرى اللي كانت متواجدة آنذاك. تحقيقها لهذا الكم الهائل من المبيعات جاء على اساس الاحترام ديال هذه السياره المعيارين ديال الجوده والثمن، اي انه كانت بواحد الثمن اللي كينافس الشركات الاخرى. الشيء اللي خلى الشركه ديال فورد انها توسع وتشهر في العالم كامل. فبالموازاة مع هذا النجاح ديال الشركة، قام هنري بتطوير نظام العمل في الشركة ديالو، حيث أنه أعطى واحد لو صالير فيكس ثابت للموظفين ديالو، وكذلك أعطاهم الأحقية في الاقتسام ديال الأرباح. فبالتطوير ديالو نظام العمل قام بإنشاء مجموعة من الأقسام، من بينها قسم الشؤون الاجتماعية اللي كيسهر على السلوك ومراقبة السلوك ديال الموظفين. واش هاد الموظفين هادو كيتناولوا الخمر ولا لا، واش كيقمروا، حيت هادشي كله كيساهم ان الوتيرة ديال العمل في المصنع كتنقص. يعني كانت واحد المراقبة شديدة على السلوك ديال الموظفين. كما انه طور آلية خط التجميع، اي لا شين دو مونتاج، وخلى لو كونسيبت ديال لا ستاندارديزاسيون انه يبان، اي ان هاد خط التجميع غادي ينتج واحد النوع من السيارات بلون موحد، الشيء اللي كيخلي الوتيره ديال العمل كتزيد، وكذلك الوتيره ديال الانتاج. هذا الشيء هذا خلى المصنع انه ينتج 25 سياره في اليوم الواحد. بالتالي هذه العمليه هذه كتخلي ان السعر ديال الانتاج كينخفض، والمبيعات كتزيد، وبالتالي الارباح كتكثر. اي انها واحد الاستراتيجي اللي فعلا كتزيد من الارباح ديال الشركه.
هنري فورد كان ما كيحملش اليهود، وكيعتبرهم باللي كلهم متآمرين ومتحدين على أساس السيطرة على العالم. الشيء اللي خلاه يكتب في الأواخر ديال العمر ديالو قبل ما يتقاعد مذكرات وديزارتيكل، وكتب واحد الكتاب اللي سماه The International Jew Wars Problem، أي أنه اليهودي العالمي، المشكلة العالمية. الشيء اللي تسبب ليه في واحد المقاطعة كبيرة من اليهود، حرضوا عليه النقابات، وبالتالي عانى من واحد النقص حاد في اليد العاملة. وبالتالي انه من بعد ما شاف بلي انه خاص يقلب على الحل، تلاقى على حسب بعض الروايات انه العرب هم الرجال الاوفياء اللي قدر يعتمد عليهم. وبالتالي مشى اليمن، يعني الدولة العربية اليمن، تما منين جبد المئات ديال العمال اللي داهم الولايات المتحدة الأمريكية وخدموا في المصنع ديالو. وبالتالي هذه هي القصة ديالو مع العرب. الشيء اللي كيفسر بأنه في مدينة ديترويت في الولايات المتحدة الأمريكية واحد النسبة كبيرة من الجالية اليمنية كتواجد حاليا تما، ولا زالت لحد الآن كتخدم في المصنع ديال هنري. في الاخير هذه هي القصه ديال هنري فورد، التشبت ديالو بالحلم ديالو وبالمجال اللي كيحب واللي كيبغي خلاه انه يوصل للمبتغى ديالو وينجح في الاختراعات وفي التطوير ديال الشركه ديالو اللي مازال مستمره لحد الان، ومازال من بين الشركات الكبرى على مستوى العالم. فإلى عجبكم الفيديو ديروا جيم واشتركوا بالقناة